بسم الله الرحمن الرحيم. في كتاب ألفو الطبيب والمؤرخ الفرنسي غوستاف لوبون، كتاب يتحدث عن الحضارة العربية، سماه حضارة العرب. الرجل أنصف الحضارة العربية كما لم ينصفها غيره من المستشرقين الآخرين الذين كانوا منحازين. عكسهم الكاتب الكبير والمؤرخ غوستاف لوبون نقل وتجول في مناطق كثيرة في العالم العربي، في دمشق وفي القاهرة وفي تركيا وفي الهند، وجاء بشواهد أن الحضارة العربية الإسلامية كانت من أبرز الحضارات التي مرت عبر العصور، ففي الصناعة وفي العمارة وفي الأخلاق وفي الاقتصاد وفي كل نواحي الحياة. بالإضافة أنه استطاع أن يقول أن الحضارة الغربية عاشت لقرون طويلة على الحضارة العربية في التاريخ وفي الأدب وفي الفيزياء وفي الكيمياء وفي مناحي كثيرة، حتى اشتد عودها وأصبحت الحضارة الغربية اليوم في أوج حضارتها وأوج تألقها. لذلك فقلنا الرجل قد أنصفها. هنا يقول في بداية في افتتاحية الكتاب، يقول إن القوة، هذا شاهد من عنده، شاهد قوي، إن القوة لم تكن عاملا في انتشار القرآن، ما ترك العرب المغلوبين أحرارا في أديانهم، فإذا حدث أن اعتنق بعض الأقوام النصرانية الإسلام واتخذوا العربية لغة لهم، فذلك لما رأوا من عدل العرب الغالبين مما لم يروا مثله من ساداتهم السابقين، ولما كان عليه الإسلام من السهولة التي لم يعرفوها من قبل، ولم ينتشر القرآن إذن بالسيف، بل انتشر بالدعوة وحدها، وبالدعوة وحدها اعتنقته الشعوب التي قهرت العرب مؤخرا كالترك والمغول. هذه شهادة أن الحضارة العربية عكس ما يقول الآخرون أن دين السيف ودين الإرهاب ودين لكن المؤرخ والباحث الأصيل يستطيع أن يغوص في الإسلام ويستخرج الإسلام الحقيقي ويدرسه بتمعن، ليعلم أن الإسلام جاء لمعالجة مشاكل الإنسان، كما أنه تطرق أن العرب كانوا من أذكياء الشعوب بحيث أنهم استطاعوا أن يأخذوا فعلا. العرب كانوا في الجزيرة العربية وكانوا يعتمدون على التجارة، هذا معروف، لكنهم حين بدأوا في التوسع تعرفوا على حضارات أخرى، تعرفوا على حضارة
الفرس وعلى حضارة الرومان، وأخذوا منه كذلك الحضارة التي هم وضعوا، استفادوا منها وتجاوزوها ووضعوا عليهم بصمتها، سواء كانت في العمارة، سواء كانت في الطب، سواء كانت في في أي مجال استطاع العرب أو المسلمين أن يخوضوه. لذلك ما نقدرش نحصر في الناس الباقية حصرت الإسلام فقط في القتال بالسيف، أنه الدين دين السيف، ولم يأتي باحثا منصفا كما جاء غوستاف لوبون لينظر إلى الآثار اللي تركوها المسلمين في أنحاء العالم، سواء في العمارة، في المساجد، في العمارة، في العلم، في الكتب، في التاريخ. والكل يعرف أنه الكثير استفاد من الأدب العربي ومن الشعر العربي ومن التاريخ العربي. استلهم كثيرين من الأدباء اعترفوا كذلك أنهم استلهموا من الحضارة العربية الإسلامية. لكن يقول غوستاف لوبون أن الحضارات السابقة اندثرت. حضارة الرومان لم يبقى منها إلا أطلال، ما بقتش حضارة حية ربما تنتعش مستقبلا، عكس الحضارة الإسلامية. لا زالت شعوبها تتكلم اللغة العربية، لا زال الدين يدين، ورغم أنهم تراجع الدين تراجع في السلوكيات اليومية وفي المعاملات اليومية، إلا أنه لا زال حاضرا في كمراسم كظاهرة. لكن الحضارات الأخرى لغتها اندثرت، العمران اندثر وأصبحت أطلالا كما قلنا، الناس بدأت تتصور وتشوف. لكن الحضارة الإسلامية لا زالت حية، لا زالت الناس اليوم تذهب إلى المساجد وتنظر إلى الحضارة الإسلامية، إلى الأسواق، إلى الآثار، أنه لا زالت موجودة وسوف تعود لها الحياة في يوم من الأيام. لا زال العلم موجود، ولا زال التاريخ موجود، ولا زالت الناس تقرأ في القرآن، ولا زالت الناس تتبع الرسول، ولا زالت الناس في الحضارة الإسلامية، وإن كانت قد خبت تلك الروح التي كان يتصرف بها أجدادنا ويتصرف بها من سبقونا بالإيمان ومن سبقونا بالإسلام. غوستاف لوبون ينصف الحضارة الإسلامية حينما يضعها في المرتبة الأولى، من حيث أنها حضارة استطاعت أن تبدع واستطاعت أن تبقى إلى زمن هذا. وفي تقديري الشخصي هذا الكتاب جدير أن الإنسان يقرأه ويتمعن فيه، وسواء كان من العرب أو المسلمين أو سواء كان من الأجانب، فإن قرأه بحيادية سوف يفهم الكثير مما دار في هذا الكتاب من الكاتب والمؤرخ والفيلسوف في العالم